السلام عليكم ورحمة الله. عدنا من جديد والكهرباء ما زالت قاطعة. البرنامج الليلة حساس جدا، وأي زول الحتة دي لما يخش فيها بيطلعوه كافر. الزول ده ما عنده دين، الزول ده ما بيعرف الله، الزول ده والله يا أخي نجازف. لازم أصلا الحكاية مجازفة، والبرنامج يسمعه حتدقس واحتمال ندقس واحتمال ما ندقس. والله ببدأ بنقطة حساسة جدا جدا. الإمام الإمام بتاع الجامع ده، الإمام بتاع الجامع ده بيجيب يصلي بينه عادي جدا، عارفه. يعني أنت يعني طبعا زي ده بيقولوا عليه خط أحمر. أعمامنا ناس 60 70 سنة لو فتحت كلام ده بيدوك كف، ما ولا بيدفع. إيه أنت بتقول إيه؟ تجنيت ولا إيه؟ فعشان كده لازم نقول نحن الشباب مع بعض، عشان لما تكبروا انتوا ذاتكم تكبروا أئمة يعني تكونوا فاهمين الحاصل. فأول شرط الرسول قال وربنا قال، الرسول قال وربنا قال. يا أخي أنت لو حسيت إنه الناس دي، لو حسيت بواحد ما دايرك تكون إمام شاميك قرفان منك، ما تم ما تم ما القصة ما رجالة والله فرط، والله إنك حافظ المصحف والله ما حافظ المصحف والله. الشغلة ذوق يعني، والناس جاهزات تصلي كده لله. ما يعني زول واحد انت حسيت بيه انه ما بريدك وما دايرك وما مهما كان، فالشغلة ما رجالة يعني. وبعدين النقطة الثانية بتاعت حكاية انه الامام ده نحن طبعا بنكون واقفين وبتاع، المفروض يعني الاخصار يعني انه تقصر الصلاة جماعية. انت براك يا اخي صلي بالبقرة، انت في البيت ان شاء الله يعني صلي لما رجلينك تورم. الرسول كان بيصلي براو، وما في زول بيقدر بيعمل زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. كان بيصلي براو، معناه كان بيقرأ في يعني الركعة كان بتكون طويلة جدا، يعني انه ما سورتين ثلاثة أربع سور كبار. فانت يا حضرة الإمام ما عشان عندك دقن كبير انك يعني انت الإمام بتاعنا وبتاع، والله يا أخي برضه قول الإمام بتاعنا، فما الدقن هي ما معيار. فرجاء لما تبقى إمام أراب الناس الوراك دي يا أخي، حصلت لنا كتير. ما تكرهون المسجد ذاته يا أخ. أنا قبل كده مرة زعلت زعلة 10 سنة ما فت الجامع بصلي في البيت، ده أيام كنت صغير ما هسي طبعا. فيعني القرآن جميل، لكن ما تكرهنا ليه يا أخي. صوتك أنت كعب وما بتعرف ترتل، وتكون مغطينا الواحد بيسمع يعني معلش يعني انه القرآن يعني آيات كلام الله، لكن من شدة يعني في ناس بتلقاهم واقفين البيت، تلقاه قاعد في المراوح كم الإنسان ملول، ملول الإنسان ملول. عليك الله يا أخي ما شدنا وتعذبنا، وفي حنك بتاع الأيامات دي إنه يطول الركعة الأولى عشان الناس تحسن. فما الرسول ما كان بيعمل كده. فأنا هسي أنا متأكد في ناس أشرف ده كافر، أشرف ده ما عنده علاقة بالإسلام. ما سمعنا وطولوا الركعة الأولى حتى، معليش يعني ما ربنا ما قال ولا الرسول قال. الرسول كان يعني في السنة وفي الكده هجا متأخر ركعة، هجا في الركعة الثانية، في كلام زي ده نحن، لكن ما سمعنا إنه يطولوا الركعة الأولى نص ساعة عشان الأستاذ فلان يكون اتوضى وجاء ولحق لآخر واحد. طيب مفروض حاجة زي دي الإمام يكون واقف بعد الناس، منو ما جاء فلان جاء، هاي خلاص جاء العدد تم، هاي أقيم الصلاة. ما في كلام كده، في نظم في قواعد. ربنا قال لك الساعة كده الصلاة، انت بتأذن كده بتدي تلت ساعة عشان الناس تجي من بيوتها، الصلاة غامت، أركان نايم أركان نايم يجي بيحصل، وعارف إنه هو في الركعة الكم وحيسدد كم وحيعمل كم. فما تقعد تمطنا وتعذبنا. أنا أقسم بالله العظيم بعرف ناس واحد بيئم أي صلاة سرية ما بيئم فيها،
نهائي. لا يعني إلا الصلاة تكون جهرية. عندك المغرب، العصر لا بقول لك ما بيو، عندك المغرب، عندك العشاء، عندك الفجر، بيجيب ليك آيات من صور غميسة عشان لو أنت غلط بيكون ماشي. ونحن أصلا ما يعني يعني مخنا ده أنت وين يعني، أنت حتى لو حافظ مرات بتتلخبط. فبمطك مطة بس صلاة جهرية بصلي بينا، صلاة سرية ما بصلي. ده نوع. فأنا حكون عكسه طبعا. أنا مستعد أئمكم في الصلاة السرية، وأقسم بالله العظيم كده والله لا تقوموا جارين. في زول سامع أنا قاعد أقرأ في شنو، في زول عارف بكون ساكت بقرأ شفت الفاتحة والكوثر بكون مقرض على كده، بس بكون واقف نشوف الناس بجد المسلمين واللي بيعرفوا الله الحي منو والحيجيب منو حيقحقح منو الحي. هاي اوعى تدقسوا. انا ائمكم في صلاة الرياء، واقسم بالله العظيم الركعة الاولى ساعة ساعة الى تقوموا جاري. فليه يعني انتوا توصلوا الناس؟ سورة الإخلاص دي بيتلت القرآن ما تقرأ علينا، ربنا وفق يعني عارف إنه ناس زي الحي يصلوا في ناس يا جماعة. الإخلاص بيتلت القرآن، تلت القرآن يعني لو قريت يا أخي اقرأ علينا مرتين، مرتين كده نكون باقي تلت نكون ختمنا المصحف. أجر أنت داير الأجر ولا داير لا 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 وشوفوني أنا حافظ لا 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 ونحن ما فاهمين حاجة وساجاني منك. الكلام هو الكلام حساس، الكلام حساس. أخسر يا أخي. أنا مرات بجي مرات بكون عندي نفاخ، يعني مرات أنت بتجيك كدمة كده بتقعد تقف بالجنب تزيح بجاي وركعتين بتاعت يوم الجمعة صلاة الجمعة دي يدخلك والله يخليك يعني ما لا تقدر ترتاح، لا تقدر تقطع الصلاة تمرق لا. وليه يعني عشان يعني وبعدين الخطبة بتكون يعني الناس دي نصها نايمة ونحن أرغيته يعني معلش يعني ما هو قال لك من حضر الساعة الأولى غرب بقرة الدين حافظينه. لكن الواحد بيجي في يعني توقيت يعني احنا صلاتنا اتنين طق الصلاة بدأت. الزول بيجي بيطلع من البيت إلا ربع يكون باقي له 5 دقايق، والله ال5 دقايق دي 5 سنة. لأنه الإمام ذاته الكلام بتاعه خارم بارم معلش معلش ما هو فوق كل ذي علم عليم. خطبة بايخة، كلام في الفاضي، الميكروفون بتاع في أذانك يعني، والصوت بهنا عالي والصوت بهناك مقطع. يا اخوانا والتبرع الناس تتبرع المكيفات بايظة المراوح ما. فليه يا اخي انت تحصر الناس وتكره الناس ويكرهوك ويكره اليوم اللي جيت فيه؟ صلاتك طويلة بلا فايدة، خطبتك طويلة بلا فايدة، برضو الفاتحة اللي بتكون بعد الخطبتين دي يعني ما عارف. الفاتحة دي براها خطبة والله. الفاتحة دي والله يعني الواحد يعني كلام حساس وكلام في الدين، لكن ما تعذبونا يا اخوان. نحن خلينا في اطفال صغار يا اخي يعني الطفل معروف ما بيستحمل، عنده كل نص ساعة لازم يقول فيها أنا. أبوه لما يجيبوا الجامع كأنه مودي السجن، الشافعي بتهجم ذاته تكرر ويشوف بعد مسجد تكرر. يا أخي إمام هاي صوتك سمح يا أخي، أنت حافظ المصحف ده بالقلم وحافظه 7 مرات يعني أنا أعمل يعني الناس بتعمل حافظها أستاذ حافظ المصحف ما أقرأ اليسير يا أخي. خلي الناس دي المزنوق داير يمشي للزنق بول عمك الكبير العيان. ما انت كمان ربنا مديك صحة واكال وسمين وتجي تجيب هو إدارة ما بتجي. ارحم الناس دي، ارحمنا، ارحمهم في من في الارض يرحمكم في من في السماء. ولا نقعد نصلي في بيتنا ولا الحكاية كيف يعني ولا نعمل شنو نحن. السلام عليكم.